وتقدم لاعبي المنتخب السعودي. تمريره، مرور جميل وتقدم بالكرة. الناصر خطير، عرضية مرتدة، الله، جول، تسديدة من أحمد الغامدي يتقدم فيها المنتخب السعودي. ياهو جول وياهي تسديدة جميلة جميلة كانت من أحمد الغامدي على الطاير، حطها جول، هدف أول في المباراة. وسعد الشهري في حديث وفرحة بهذا الهدف بالنسبة للجمهور. ياهي كورة وياهو جول وياهي تسديدة، شوف على الطاير، عالمية جميلة جميلة يا غامدي. شوف أحمد الغامدي على الطاير يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب السعودي. بالتالي السعودية تتقدم الآن. وصول إلى مباراة اليوم، المباراة النهائية. الكرة تمريرة خطيرة خطيرة، جول 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 جول، جول ثاني لصالح المنتخب السعودي. سعد الناصر داخل منطقة الجزاء، سعد الناصر يرسل يسارية جميلة. يا سعد الشهري، يا سعد الشهري، يتقدمون للمرة الثانية في الشوط الأول. هذا اللاعب الفنان اللاعب، لاعب نادي التعاون. شوف التمريرة وشوف الكورة اللي راحته على طول. سعد الناصر حطها في الزاوية قوية وزاحفة وصعبة كانت. تمريرة مران وهدوء سعد، استقبل الكرة وداخل المنطقة يرسل الكرة اليسارية. هدف ثاني، هدف. من سيسدد؟ يبدو لي نعم هو دياب هارون، دياب هارون وعبد الرحمن الصانبي. هل يأتي الهدف الأول بالنسبة للمنتخب القطري؟ جول أول لصالح المنتخب القطري يقلص فيها النتيجة في بداية شوط المباراة الثاني. ودياب هارون من ركلة الجزاء يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب القطري. شوف الكرة وشوف اللقطة، يحطها في زاوية وعبد الرحمن الصانبي يذهب إلى الزاوية الأخرى. بالتالي قطر تقلص الفارق في شوط المباراة الثاني من أمام المنتخب السعودي. لكن إذا ما تركت المساحات أمام لاعبي المنتخب السعودي قد يعاقب دفاع ويزيد الفارق إلى هدفين. الكرة تلعب، تسديدة، جول، جول سعودي. مصعب الجوير يسجل الهدف الثالث لصالح المنتخب السعودي من الكرة الثابتة. الجوير بكرة جميلة من الكرة الثابتة، حطها في الزاوية، ركنها جميلة، ويحتضن مدربه سعد الشهري بعد ذلك الهدف، بعد تلك التسديدة. فرحة للجمهور السعودي. شوف مصعب، جميلة جميلة يا مصعب في الزاوية، في الزاوية حطها لاعب الهلال مصعب الجوير، ولاعب المنتخب السعودي واللاعب الكبير اللي الحقيقة عنده هذه الشخصية وعنده هذه القدرة لتنفيذ الكرة الثابتة. بالتالي الثالث لصالح المنتخب السعودي. جميلة يا مصعب.